عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه عالم كسيدتي مع ادم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الوصفه اللي هي وصفه تركيه 100% او شرقيه، لان حتى الاخوان في الشرق يعملوها. كان نحتاجوا المقادير ديال هذه الاكله هذه اللي هي غنديروها بالكفته والخضر. غادي نحتاجوا تقريبا 1 كيلو الا ربع ديال الكفته. عندي هنا البابريكا حلوه او التحميره، عندي الفلفل الاسود او الابزار، وغنحتاجوا ايضا الخبز محكوك. غنحتاجوا ايضا واحد الملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم او طماطم معجونه، وغادي نحتاجوا كاس ديال الماء دافئ، ايضا شويه ديال القزبر معدنوس مطحون او مفروم، شويه ديال الثومه ايضا مطحونه. غادي نحتاجوا ايضا الفلفله حاره، كتبقى بطبيعه الحال اختياريه، اللي ما كيبغيش الحار يمكن له الاستغناء عليها. وغادي نحتاجوا ايضا هنا البصله اللي مفرومه حتى هي. غنحتاجوا البطاطس مقطعه على شكل طولي، ايضا 2 بيضات، وغنحتاجوا شويه ديال الملح والزيت، طبعا زيت نباتي انا ما حطيتوش هنا. في اول الامر غادي نحتاجوا لواحد الاناء اللي هو اكبر، غادي نحطوا فيه الكفته ديالنا. انا نسيت ما ذكرتش لكم الطماطم او مطيشه، غادي نحتاجوا واحد 3 مطيشات. ايضا في المقادير غادي ندير الكفته، غادي نضيف ليها 2 بيضات، غادي نضيف ايضا شويه ديال القزبر معدنوس والثومه اللي مطحونين، غادي نضيف ايضا شويه ديال البصله مفرومه، وغادي نضيف ايضا الخبز محكوك، كاس ديال الخبز محكوك. غادي نضيف شويه ديال الملحه، غادي نضيف ايضا الفلفل الاسود، وغادي نضيف شويه ديال التحميره. غادي نخلط هاد المكونات هادو وغادي نرجعو باش غادي نشكلو. غادي ناخذ الكفته ديالي وغادي نشكلها على شكل اصابع بهذا الشكل هذا. غادي نبقى انا حتى نكمل الكفته ديالي بحال هكا كلها نشكلها بهذا الشكل. بعد ما وجدت اصابع الكفته كلها شكلتها على شكل صبيعات، يمكن لنا نخليوهم تقريبا واحد الساعه باش في الثلاجه كتجي احسن. انا غادي نطيبهم دابا في ساعه، ما عنديش الوقت. هنا البطاطا غادي ناخذها غادي نقليها. كناخذ واحد شويه ديال الزيت كنديرو في المقله كيسخن وكنحط فيه البطاطا، كنقليوها. بعد ما كتحمر البطاطا ديالنا كنحيدوها من المقله وكنحطوها في الورق ديال الطبخ او ورق النشاف باش كتشرب لينا الزيت. غادي نبقى انا نقلي حتى نقلي البطاطا كلها اللي عندي. داير البطاطا بعد ما قليتها نصف قليه، دابا غادي ندوز باش غادي نقلي الكفته ديالي حتى هي يعني نصف قليه، ما غاديش نطيبها يعني تتحمر مزيان لان مازال غندخلوها للفران. غندوزو دابا باش غادي نقليو الكفته ديالنا كيف ما قلت لكم نصف قليه، لان مازال ان شاء الله غادي نديروها في الفران طيب مع باقي المكونات. اخواتي اللي كيبغيوش الزيت بزاف فيمكن لهم يعني يقليوها غير بشويه ديال الزيت، ما يكثروش الزيت بزاف. انا هنايا كثرت يعني كل واحد وكيفاش يعني الا بغيتو الطبق ديالكم ما يجيش ميدن بزاف ديروا الزيت غير قليله. انا نبقى حتى نقليها نصف قليه ومن بعد ان شاء الله ندوزو باش نكملوا الطبق ديالنا. بعد ما قليت الكفته ديالي على هذا الشكل هذا، فانا قليتها نصف قليه يعني ما حمرتهاش بزاف. غادي ناخذها نحطها على جنب وناخذ واحد الاناء اللي غادي ندخلوه للفران وغادي نبداو نستفوا فيه الخضر ديالنا. غادي نبدا
ستف فيه بطاطا بهذا الشكل هذا، وغادي ندير وحده بطاطا، عفوا جوج ديال البطاطا ووحده ديال الكفته بهذا الشكل هذا. غادي نبقى غادا بحال ما هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي، بطاطا ثم الكفته بهذا الشكل هذا. كيتجي المنظر ديالها رائع. طبعا نتوما يمكن لكم تستفوها كيف ما بغيتو. انا غنبقى حتى نعمر الاناء اللي عندي كله او الطاوه كلها. بعد ما ستفت البطاطا والكفته ديالي في الطاوه او في المول، غادي ناخذ دابا الطماطم او مطيشه اللي قطعناها على شكل طولي، غادي نديرها فوق الكفته والبطاطا بهذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ الصلصه ديال الطماطم، غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الملح، وغادي نضيف لها واحد شويه ديال الزيت نباتي طبعا غير شويه، وغادي نضيف ايضا واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الثوم يمكن لكم الاستغناء عليه اللي ما بغاش. صافي وغادي نخلط هاد المكونات هادو كاملين. غادي نضيف عفوا الماء اللي ذكرت لكم في اول مقادير، صافي وغادي نكبوه فوق من الاناء ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا الفلفله حاره، غادي نديروها فوق من الطبق ديالنا. غادي ندخلها للفران، غادي ندخلها عفوا غادي نغطيها بورق ديال الفرن، ومن فوقها غندير الورق ديال الالومنيوم. دابا كندخلوه في الفرن على درجه حراره 250 تقريبا واحد نصف ساعه، ومن بعد نصف ساعه كنزولوا له هذا الورق ديال الالومنيوم ورق الفرن، وكنخليه واحد 10 دقائق صافي وكيكون جاهز نطلعوه ان شاء الله. غنرجعوا من بعد ان شاء الله ملي يطيب نشوفوا كيفاش غادي يجي. هذا هو الطبق ديالنا بعد ما طلعناه من الفران. فانا كيف ما قلت لكم غطيته بالورق الفرن، ومن الفوق درت ورق الالومنيوم، دخلته الفران مده ديال نصف ساعه على درجه حراره 250. من بعد زولت له ورق الفرن وورق الالومنيوم، خليته واحد 10 دقائق يعني 40 دقيقه كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الطبق ديال اليوم يعجبكم. اذا عجبكم كيف ما ديما ما تنساوش الاشتراك ولايك والتعليقات اللي كتفرحنا وكتسعدنا وكتخلينا نعطيو المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.